الآن مع مرحلة المواجهة. أستاذة سماح طبعا مستعدة صح ولا لا؟ ما فيش توتر ما فيش؟ أكيد. المتسابق طارق الكوكباني. ملاك الكامل. مازن الغيل. كفى علي قايد. ليش تهجرني وانا احبك يا سلام. وبكاني الغرام وانا احبك يا سلام يا سلام. طارق، ملاك، مازن وكفاء، كلكم عندي واحد، بس انا لما بختار واحد بس اللي بيقوي فريقي للاخير. ومش معناه لو اخترت الآن واحد معناه إنه الفائز أو شيء. هو بيستمر معنا في التدريبات، بيستمر معنا في المواجهات الأخيرة، بس مش معناه إنه فاز، لكنه بينتقل معنا في المواجهة الأخيرة. طبعاً البعض منكم أدى الأغنية الفردية بشكل صحيح، والبعض منكم خرج عن الإيقاع الزمني. أنا اللي بختاره هو الذي مشى على الإيقاع الزمني وما تعبنيش خالص، سواء في الأغنية الفردية أو في الأغنية الجماعية. أستاذ عمار أتمنى تساعدني. أستاذ محمد طبعا لو ساعدك ساعدوا بس ما تختاروش. طارق والأولاد ينفعوا يلعبوا رياضة كثير جد يعني. كلام صح. طبعا مش استخسار في حقكم، لكن واحد يشرب لي 5 سكريم يجي يسابق واحد. فأقصد أنا الشباب عندهم مرحلة بلوغ، وكان اختيار الأغنية أعتقد أنه هي حلوة طبعا، من أجمل الأغاني اللي أنا حبيبها، وأغنية شعبية حلوة. أعتقد أنه اللي كانت موفقة جدا هي البنت بالفعل اسمها كفاء يعني إذا فريقي بختارها هي يعني. أنا بالنسبة لي بساعدك بنفس الطريقة. العيال أدوا بس خرجوا من التون
وبرضو مش مشكلة، طبعا مش مشكلة، مش إنه الصوت مش حلو، أصواتكم روعة وأنتم رائعين، لكن للأمانة في واحد ضبط زمن إيقاعي ودائما بيحكمنا إحنا. أنا بالنسبة لي بيحكمنا المسرح، أي شخص بيأدي بالمسرح بشكل قوي فهو المتمكن. فأنا مع الأستاذ عمار، كفاءة أدت بشكل قوي والخيار لك. أنا أشوف الكل أدى بشكل حلو، لكن أنا بختار واحد. الصراحة أنا محتارة بين اثنين للأمانة. الجمهور ساعدوني. استاذ سماح. أنا الصراحة أول مرة أحتار فيهم، لأنه اثنين الصراحة تمام فيهم. أنا بختار أنا بختار كفاء قائد. يا سلام، ألف ألف مبروك لكفاء قائد.